5 نصائح لو طبقتهم تقدر تحمي نفسك من آلام أسفل الظهر بنسبة كبيرة جدا. الفيديو ده مهم جدا لحضراتكم، فممكن حضراتكم تحفظوه. الجرافيكس بتاعته بسيطة عشان تكون سهلة على حضراتكم. النصائح كلها هتكون موجودة مع حضراتكم، سواء كان استخدام كمادات الماء الدافئ أو إن احنا نتحرك كل نص ساعة. وعلى فكرة الملحوظة دي في غاية الأهمية بالنسبة للناس اللي بتشتغل لفترات طويلة. نحاول حتى على الأقل نص ساعة نقوم، ولو حتى 5 دقايق نحرك الدورة الدموية. ده بيبقى شيء في غاية الأهمية. وطبعا ممارسة التمارين لتقوية عضلات العمود الفقري اللي بنشرحها دايما مع حضراتكم. التمارين موجودة مع حضراتكم، الشرح بتاعها موجود فوق والتمرين موجود تحت، عشان تبقى حاجة سهلة معاكم بمشيئة الله. تقدروا تعملوها سكرين شوت، تقدروا تحفظوا الفيديو. احنا تحت أمركم في أي حاجة. تمارين سهلة، أعتقد مش هتاخد من وقتكم أي شيء، ولكنها ليها فعالية ممتازة لتقوية عضلات أسفل الظهر. اللي عنده أي سؤال يكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير.